عماد بص خارج الشاشة بتاعت الكاميرا، يلاقي الراجل واقف فعلا قدامه، يمشي ناحيته ويشاور ناحية الطرقة المؤدية للحمام. عماد بينتفض ويرجع، بيخبط في طرف الشباك المفتوح ويتقلب منها. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه جوبا. وفي القناه دي انا بقرا كتب او روايات او اي حاجه انا بحبها، وانت يا تيحه بتعمل لايك وفولو عادي جدا. بسم الله، انا متحمس النهارده قوي بصراحه يعني. نكمل بقى روايتنا اللي دخلت في الجد وقتل 4 لحد دلوقتي. الحلقه اللي فاتت خلصنا جزئيه الماضي، واخر حاجه ان عزيزه ماتت وابوهم قال لهم انها ماتت بالزرنيخ. دلوقتي بقى نخش في شابتر جديد، شابتر الحاضر. عماد داخل شقه قديمه، شايل شنطه سفر كبيره في ايد ولوح خشب كبير في الايد الثانيه، وبيبص حوالين المكان، شايف محنطات متعلقه في الصاله بس عامل نفسه جامد، وهو البواب واقف وراه شايل بقيه الشنط. عماد بيهز راسه، انا عايز اوضه تنفع استوديو عشان انا بستخدم الشقه للتصوير. طبعا يا بيه، دي اصلا كانت بتاعت واحد مصوراتي، اوريك الاوضه بنفسي، هي قديمه شويه ومطربه قوي بس تمام. المهم البواب نزل يجيب باقي الشنط بما فيهم شنطه الكمبيوتر بتاعت عماد. طلع البواب الشنط وهو ماشي قال له، وعلى فكره الثلاجه والبوتاجاز اللي سايبهم السكان القدام شغالين زي الفل. عماد ماسك موبايله مش مركز كأن الدنيا عادي. عماد بيتصل بساره، ازيك يا ساره؟ عندي ليكي مفاجأة. خير، انت فين؟ دي المفاجأة، لقيت الشقة اللي هعمل فيها الاستوديو. ميزة انك تبقى خاطب واحدة ذكية بقى. وانت خطبتني بس عشان انا ذكية؟ امال خطبتك ليه؟ عشان بتحبني مثلا؟ لا طبعا، خطبتك عشان ذكية، بس هتجوزك عشان بحبك. وما تنسيش اهم ميزة، ايه؟ انك بتكلميني بمحن وانا برد عليكي بمحن اكتر. الشتا جه وخلص وانت يا تيحة مش لاقي حد، حتى الناس في الروايات لقوا وانت لسه مش لاقي حد. كائن بائس. عماد يقفل المكالمة بعد ما يهرب من تفاصيل شغلها وزعله، وبصوت لوحده، بموت في محن امها، انا عرفت. ومنك لله يا عماد، احنا لسه هندخل في الرعب. عماد يركب كمبيوتر على ترابيزه صغيره في الصاله، وبيشغل موسيقى كلاسيك في الشقه. بيدخل اوضه النوم وبيفتح الشنطه وبيطلع قميص والهدوم كلها بتقع، فبينزل يلمها وبيلاحظ حاجه تحت السرير. بيلاقي التعبان المحنط. طبعا التعبان المحنط ده احنا كلنا عارفينه، التعبان ده اللي اول مره شافوه الشباب الثلاثه اللي في الاول، وبعد كده دعاء اللي حطيته تحت السرير، ودلوقتي عماد قفشه. المهم بعد ما يلاقي التعبان المحنط بينتفض ويرجع لورا، وبعدين بيقرب منه بالراحه بيتامله. يا ولاد الوخه يا مجانين، حد يشتري تعبان متحنط؟ عامة انا حبيت عماد، خد بالك يا دي عشان انت في تحديد على مكانك بقى، وانت اساسا تتكثر لا جنسيا وحالتك بالبلد. المهم عماد قرر يخش ينظف الاوضه الثالثه اللي هي الاوضه ايه؟ المخزن والتصوير او الاستوديو. طلعت الاوضه الثالثه دي اوضه تصوير او استوديو، واكتشف ان البواب ضحك عليه لانه قال له ان الشقه كانت استوديو، بس طلعت كانت استوديو في القرن اللي فات، القرن ال20، وشتم البواب. شكلي انا كمان هشتمك يا تيحة. سارة جت وبتدخل، واول ما تشوف المحنطات، اعوذ بالله، ايه ده؟ دي اصنام، صاحب الشقه كان بيقبضها. مش هيكون اجن منك. تلمح جراموفون ده عشان ترقصلنا عليه. الف مبروك يا حبيبي. عايز اكلمك في موضوع الاستوديو مره اخيره، تاني هتقولي لي شوف جورنال تاني. طيب باختصار شديد، عماد كان شغال صحفي في جورنال، تمام، بس جورنال حوادث، ودلوقتي هو بيفتح استوديو، وهو ساب الجورنال ده. كان شغال هو في صفحه الحوادث، وكان مصمم ان هو ينشر حادثه بتاعت ابن رئيس الوزراء، ورئيس الجورنال كان رافض فرفضه. فدلوقتي بدل ما يروح جورنال جديد فتح الاستوديو بتاعه ده عشان يشرح القصه باختصار يعني بتاعت عماد. وساره معاه في الجورنال وخطيبته في نفس الوقت. يلا نكمل. انا ارتحت وهشتغل لوحدي، بس كنت بتحب التصوير في قسم الحوادث، اعتبريني اخدت اجازه من تصوير الجثث وهصور الصحيين. انا مش هقول حاجه، بس انا عايز اشوف هصور الصحيين ازاي. بيدخلوا اوضه النوم، نرجع ونعيد، هم مخطوبين. ساره بتهزر على التعبان المتحنط، وبعدين الليل يجي، عماد نايم والهدوء التام. جرس تليفون في الصالة. عماد بيصحى نص صحوة وبيفتح عينه، في نور بسيط، بيلاقي كتلة ظل في الأوضة. مش بس ظل، ده راجل اسود رفيع بشنب رفيع، لابس بنطلون قماش بحمالات وقميص أبيض، وعند الياقة دم وجرح على عرض رقبته. الراجل مدبوح وواقف قدامه وشاور له بصباعه على الدولاب، وعماد متجمد. انت مين؟ الراجل ما بيردش، بس بيشاور ناحية الدولاب. وفجأة عماد بيرتعش، يصحى. الحمد لله، ده كان حلم. بس جرس التليفون لسه بيرن. عماد يطلع الصالة ويرفع سماعة التليفون الاسود القديم، ويسمع صوت عميق
سارة بتحبك قوي وعلشان كده بتجاملك. انت ما اتطردتش من الجرنان عشان رئيس التحرير بيكرهك، انت اتطردت عشان شغلك بقى اقل من انه يتعرض قدام الناس. انت اخترت تصور الجثث عشان عمرها ما هتعترض. الحقيقة انك فاشل في التصوير وكنت بتهرب لقسم الحوادث لانه اسهل عليك. مين اللي بيتكلم؟ واحد من اللي صورتهم بس ما كانش قادر يقول لك رأيه في الصور. ما كنتش قادر تقول رأيك ليه؟ مش قلت لك ان الجثث عمرها ما هتعترض؟ الخط يسكت. عماد بيبص للتليفون، بيسحب السلك ويلاقيه مش متوصل بأي حاجة. السلك ملفوف على نفسه كأنه عمره ما اشتغل. انا حاسس بعيد المشهد ده للمره المليون، احنا عشنا 100 مره تقريبا لحد دلوقتي. عماد واقف في الصاله تايه، قبل ما يتحرك يلمح من جوه اوضه النوم ضرفه الدولاب الشمال بتتفتح لوحدها بهدوء. عماد واقف ومش عارف يعمل ايه. عماد يحاول يفوق، قهوه ساده، دش ميه ساقعه، بس دماغه لسه محبوسه في الليله اللي فاتت. يطلع بره الشقه ويعلق يافطه مكتوب عليها استوديو كلاسيك للتصوير، وفي سهم بيشاور على الباب. قال يعني اليافطه مكتوبه فوق والشقه عند الجيران. وفجاه صوت بنت على الباب، استوديو كلاسيك. عماد بيلف لها ويبتسم ابتسامه. انا لازم اشغل الشغل بقى. يا فندم اتفضلي. البنت بتخش الشقه، محتاجه تصور صور شخصيه وكارت من فضلك. الاستوديو هنا هيقدم لك 3 صور هديه زياده عن الصور الشخصيه، عامل اوفر بقى بافتتاح. البنت قالت يبقى فعلا ساره كان عندها حق لما عرفتني المكان هنا. ساره جابت له زباين كدعم. حلو. بس عماد جوه دماغه فاهم ان هي مجبراهم ييجوا. بيدخلها اوضه التصوير اللي عماد غيرها من القرن اللي فات للقرن الحالي. باختصار شديد هو كرسي صغير، خلفيات متحركه، كشاف اضاءه اللي هو السوفت بوكس، وكاميرا ديجيتال بعدسه موجوده على الستاند. عماد بيبدا الشغل. ارفعي لي راسك شويه، نزليها سنه يمين كمان شويه، ايوه، ابتسمي بقى كده، تمام. بيضغط الزرار والصورة بتظهر على الشاشة الصغيرة. المشهد هو الخلفية، الكرسي، البنت المبتسمة، بس البنت اللي على الشاشة مش هي اللي قاعدة قدامه. اسف يا انسه بس الكاميرا فيها عطل، لو ينفع تشرفيني بكره وهتكون الصور الشخصيه والكروت مجانيه اعتذارا من الاستوديو. البنت تستغرب شويه، مفيش مشكله هاجي بكره بس هدفع ثمن الصور الشخصيه. حضرتك تنورينا في اي وقت ومش هنختلف على اي حاجه. البنت تخرج وعماد يستنى لحد ما يسمع صوت رجلها وهي بتخرج. بيبص ان الكاميرا بشك، هي الكاميرا باظت ولا ايه؟ بتعرض صور متخزنه عليها مثلا. بيقعد يقلب في صور البنت اللي ظهرت على الشاشه ويبدا يلاحظ تفاصيلها وجمالها ولبسها القديم اللي ما خدش باله منه في الاول. ومين دي وايه اللي جابها في الكادر؟ ايه ده؟ وفجأة يلقط تفصيلة أهم. دي الخلفية اللي في الصورة دي غير الخلفية اللي أنا حاططها دلوقتي. أحيدا جرين سكرين. المهم عماد خد الكاميرا وخرج ويقف قدام ترابيزة السفرة، وعلى قد خوفه يرفع الكاميرا ويحطها في اتجاه كنبة الصالة. تظهر على الشاشة صورة ثابتة، راجل قاعد على الكنبة وبيقرا جورنال، وجنبه بنت قاعدة بتتكلم معاه ورافعة ايديها وهو مدي رياكشن ان هو مش مهتم لها. تقريبا يا تيحة دول سامح ودعاء لما كانت بتقول له نمشي من الشقه وهو رفض. انا بفكرك بس عشان انت عبيط ومش هتفتكر حاجه. عماد مش بس خايف، ده فضوله بيزيد، مشاعره بين الخوف والفضول، وبيرجع لورا وهو بيبص حوالين الشقه لانه واضح ان كل ركن هنا لو اتلقط بيطلع كادر غريب. بيلقط صوره الطرقه اللي رايحه بين الحمام والمطبخ. الصوره فيها شاب ماسك سكين ومليان دم واقف على باب المطبخ كانه ناوي يدخل. عماد بيتنفس بصعوبة بس الفضول يغلب. بيجري للمطبخ ويصور جواه، وبتظهر على الشاشة منظر بشع لشابين قاتلين على الأرض ومنظر دم وسكين ظاهر في ظهر واحد فيهم. يشهق ويرجع لورا وبيخبط في الحيطة. داخل كان هيرجع ووقع الكاميرا. تاني يوم سارة بتشوفه واقف على باب مكتبها وهو مبسوط ومستغرب ووشه سرحان ونفسه لسه هيتقطع. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ليه ما قلتيش انك جاي؟ اصلك وحشتيني فقلت اجي اشوفك. سارة بتقلق من شكله وبتشاور له يقعد يشرب شاي وهو بيقاطع بسرعة. لا مش عايز. مالك يا عماد انت كويس؟ ما تيجي نتصور دلوقتي؟ اشمعنى يعني؟ ما يردش عليها ويقرب منها ويرفع الكاميرا ويصور، وبعدين يقرب الكاميرا من عينيها بلهفة ويعرض اخر صورة. خير. عماد يلاقي الصورة هو وسارة طبيعيين جدا، نفس الخلفية ونفس الزاوية. يرفع عينه ثواني وبعدين يمشي ناحية الباب. سلام دلوقتي. سلام؟ استنى يا عماد في ايه؟ مفيش
مفيش ازاي، شكلك غريب. وبعدين انت بجد جيت هنا بس عشان نتصور الصوره دي وتمشي؟ عادي يا ساره، عن اذنك بقى وهكلمك بالليل. الصوره دي طبيعيه، وده اللي خوفه اكتر، لان كده هو بيثبت حاجه. لو فكرنا فيها شويه يا تيحه، انت عندك احتمالين، يا الكاميرا بايظه يا الشقه فيها حاجه. بس هو لما صور بالكاميرا جوه الشقه شاف حاجات، لكن لما صور بالكاميرا بره الشقه الصور طبيعيه. فده معناها ايه ان العيب فيك انت يا تيحه. عيب اليمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه؟ عماد عند بواب العمارة، البواب بيفتح الباب. خير يا بيه؟ قول لي الشقة اللي انا قاعد فيها دي مين كان ساكنها قبلي؟ واحد مصور زي حضرتك كان قاعد فيها زمان قوي، هو اخوه الصغير. محدش ساكن من قريب يعني؟ بتسأل ليه يا بيه؟ هي الشقة مضايقاك في حاجة؟ افتكر بس مين كان ساكن قريب، لان ممكن ادور على اساميهم لوحدي. يا بيه من كام سنة 3 شباب سكنوا فيها، وبعد كام يوم واحد منهم قتل الاتنين التانيين. ومين تاني؟ من سنتين كان راجل ومراته، والراجل قتل مراته بعد ما شك انها بتخونه. عماد يرجع للشقة ويقعد على الكنبة، دماغه توجعه من التفكير، ويعيد الأحداث بالعكس، والجمل بتتكرر في ودنه، وبيفتكر الراجل المدبوح اللي شافه في الحلم. بياخد نفسه ويبص قدامه، نفس الراجل واقف تاني قدامه. عماد بيتجمد في مكانه وبرودة في ضوافره، والراجل بيبصله في عينه، وفي اسود تحت عينيه، ودم ناشف على القميص، ودم لسه بينزل من جرح رقبته. الراجل بيتحرك ناحية أوضة النوم الرئيسية ويختفي جواها. عماد بيفضل قاعد مش عارف يعمل ايه. لحد ما يسمع فتح باب أو ضرفة، يقوم على رجله وهي بترتعش. بيمشي وهو خايف، يقف عند باب أوضة النوم يبص من غير ما يدخل. الأوضة فاضية، لكن ضرفة الدولاب الشمال مفتوحة على آخرها، كأنها بتقوله تعالى بص جواها. وفجأة يفتكر إن الراجل في الحلم كان شاور ناحية الدولاب، ويفتكر إنه شاف الضرفة وهي بتتفتح لوحدها قبل كده. المرة التانية، يعني المرة الأولى، ما كانتش حلم. عماد بيفتح الدولاب وبيطلع ورق جرايد قديم مقصوص، وبيقرأ فيه خبر غريب. البوليس المصري بيتوصل لشخصية جثة بنت في رود الفرج، أهل هدى اللي اختفت من أيام. اتعرفوا على الجثة ولقوها البوليس من غير راس، حرفيا جثة من غير راس. بيكمل تفاصيل عن جثث بنات من غير رؤوس، حبة منهم متحللين. وبعض الأخبار بتقول إن هم اتعرفوا على جثة بنت راسها مقطوع برضو اسمها ليلى، وصورتها منشورة. بعد كده بيدور ما بين الصور الفوتوغرافية يلاقي صورتها نفس الصورة المنشورة في الجورنال. عماد بيرفع عينه وبيفكر، الداخلية لما بتنشر إن في حد مفقود بتنشر آخر صورة ليه، وآخر صورة هم حاطينها في الجورنال هما نفس الصورتين اللي موجودين في ايده. يعني باختصار او كأن ان اخر مرة صوروا البنتين دول كانت في الاستوديو القديم. يقلب في الصور ويلاقي عبارة مطبوعة استوديو منصور. بعدين يفكر جوه دماغه، ماذا لو ان. بيتفزع عماد، بيقوم يلم نفسه ويجري يفتح. سارة بتدخل وتقول بقلق، مالك يا عماد؟ جيت لي فجأة الجرنار ومشيت فجأة، ودلوقتي شكلك مخطوط. عماد فضل ساكت، وهي تقعد جنبه وتحط ايديها على كتفه. مش عايز تحكي لي يا حبيبي؟ مش هتصدقيني لو اتكلمت. طب جرب واحكي لي، متضايق من شغلك الجديد؟ لو حكيت لك ان كل ما اخد لقطة في الشقة دي الاقي فيها صورة واحد ميت هتصدقيني؟ مش فاهمة. النهاردة اول يوم اصور حد، ولما جيت اصور الزبونة لقيت صورة واحدة تانية مكانها. جربت وصورت صور كتير في الشقة، وكل صورة صورها تطلع لحد ميت او جثث ناس كانوا عايشين في الشقة واتقتلوا. سارة بتسكت، تبدأ تفسر من جواها انها عقدة بسبب الجرنان والحوادث، بس ما بتحاولش تجرحه. وتقول له مش ممكن تكون متضايق انك سبت الشغل ونفسك ترجع تصور الحوادث تاني؟ عارف انك مش هتصدقيني. طب ايه رأيك تسيبك من التصوير وانا ما اروحش الجرنان يومين ونخرج؟ بقولك ناس ماتوا وبصورهم وتقولي لي نخرج. طيب اهدى، اللي انت عايزه هنعمله. بعد اذنك يا ساره عايز اقعد لوحدي دلوقتي، وبالليل هكلمك او اقابلك. بس انا مش عايز امشي، احكي لي وانا هصدقك. انا قلت مش هتصدقيني وفعلا ما صدقتنيش. عارف انك هتقولي عليا مجنون، بس صدقيني النهارده بالليل هثبت لك وهوريك الدليل. طيب انا معاك، ما تخافش، هستنى تكلمني بالليل. عماد يرجع لأوضة النوم يلاقي الصور والقصاصات اللي كان مرتبها اتحركت، واتحط مكانها ورقتين مكتوبين بحبر باهت. هدي شوية وخد الورقتين وبيقرأ اللي مكتوب بالحبر. لماذا يا سعيد؟
كل ما أفعله أنني ألتقط صورا للناس ولكني أهتم بالنساء أكثر. أرى الخيانة في عينهن كما رأيتهن في عين أمي، لذلك أحتفظ بصور الخائنات. منصور أمه كانت خائنة. عماد بيرفع عينه وبدأ يلم الخيوط. منصور أمه كانت خاينة، عشان كده كان بيقتل البنات اللي بيصورهم. بس القصة فيها حاجات ناقصة وأنا محتاج أعرف الحاجات دي. ده طبعا كلام عماد. إنما سارة في عربيتها دلوقتي مش بتدور العربية، عقلها كله في عماد. بتتصل بنورة وبتقول لها إنها محتاجها في موضوع مهم، وهو إنها محتاجة رقم دكتور عصام، هو دكتور نفسي. وتبدأ تحكي له حكاية عماد. يعني هي مش مصدقة عماد وحاسة إن في حاجة غلط. بتقول له إن زميلها عمره ما كان واثق في نفسه ودخل قسم الحوادث عشان محدش يعلق على شغله. تقريبا في الصحافة إنك بتصور الحوادث الناس ما بتتكلمش فيها، لأن أي صورة في الحوادث هتبقى كفاية. كويس إن أنت عرفت تجيب الصورة دي أصلا. ولكن بتكمل كلامها وتقول له إن هو اترفد وفتح استوديو وبدأ يقول كلام غريب. عماد الخوف عنده تحول لعند. يدخل أوضة التصوير، يطلع كاميرا ديجيتال صغيرة ويشغل تصوير فيديو مستمر ويقول أنا هعرف اللي كان بيحصل هنا زمان، هحل اللغز ده. على شاشة الكاميرا الفتاة أم عينين خضرة قاعدة وبتبتسم. بيدخل راجل وسيم طويل يرفع دقنها وهي ترفع عينيها بخجل، ومرة واحدة بيظهر شاب مختلف ملامحه طيبة واقف على الباب بيتفرج. وعماد بيهمس المصور هو منصور. يا ترى بقى انت مين؟ سعيد اخوه؟ في نفس الوقت سارة بتقول لعصام هو بيقول انه بيصور، ولما بيبص على الصور بيلاقوا ميتين وواثق من الكلام ده. عماد بيطلع للصالة والكاميرا في ايده، يشوف سيد ماسك السكينة وبيدخل المطبخ، بيطعن امجد وبيقع جنب جثة صادق. عماد امعاءه بتتقلص وعينه بتخرج بره مجال الشاشة كأنه بيحاول يثبت انها مش حقيقة. بيرجع ورا يلاقي المشهد اوسع، وراجل واقف مديله ظهره لابس قميص وبنطلون وحمالة وكأنه من عصر مختلف. الراجل بيلتفت لعماد، عماد بيتخض وبيختفي الراجل من كادر التصوير. تفضل الجريمة على الشاشة. عصام بيقول لسارة أنا لازم أشوفه، لكن غالبا عقله الباطن بيثبت له فشله وبدايات انفصام. ممكن يسمع أو يشوف حاجات وقد يتحول لكتاب. عماد بيلف الكاميرا ناحية أوضة النوم، يشوف الشاب الطيب واقف على الباب بيزعق من غير صوت. ومنصور بيسيبه وبعدين يمسكه من هدومه ويزقه جامد يخبط ظهره في الحيطة. عماد بيهمس بخوف، هو منصور قتل ده كمان؟ بعدين بيظهر جوه الكادر وعلى بعد متر واحد الراجل النحيف المدبوح نفسه باصص لعماد. عماد بيسأل منصور قتلك انت كمان، بس ليه؟ عماد بص خارج الشاشة بتاعت الكاميرا يلاقي الراجل واقف فعلا قدامه، يمشي ناحيته ويشاور ناحية الطرقة المؤدية للحمام. عماد بينتفض ويرجع، بيخبط في طرف الشباك المفتوح ويتقلب منها. عصام بيقول الجملة التقيلة وممكن ينتحر. في نفس اللحظة سارة بتخرج تلاقي القميص اللي كانت اديته لعماد هدية بيتصبغ بدم، وبعدين بتقع ويتقلب المشهد اسود. طيب هنرجع دلوقتي للماضي. سعيد ومنصور. المشهد بيتغير، الصالة اتغيرت، مكتب صغير، مزهرية، أظرف وأوراق، وسعيد بيدخل بالطربوش اللي كانوا بيلبسوه زمان ده. عمره 21 سنة. بيشوف منصور طالع من الحمام لابس الجوانتي وإيده مليانة دم. منصور وهو عنده 24 سنة. انت بتحنط من ورايا يا منصور؟ تعال بسرعة، انا لسه في البداية بعمل حاجة هتعجبك قوي، طريقة جديدة. بيدخلوا الحمام ومنصور ماسك راس الثعلب، ومن خلفية راسه بيسحب حاجة من الجمجمة وبيقول انه مركز عليها 3 ايام. انت سايب العينين في مكانهم ازاي؟ وكمان اللسان ده هيعفن، بس الراس بقالها 3 ايام ومعفنتش ومش هتعفن. منصور بيشرح انه عمل فتحة من ورا الدماغ وسحب المخ وحشى بالملح وسابها تصفي، وبعدين بيجيب خل ودقيق وسكر ومية، وده اللي هو الصمغ، هيدخله جوه الجمجمة ويدهن اللسان والعينين. سعيد بيلاحظ منصور لزق بق الثعلب على وضع معين وشكل العضلات وبين الأنياب، وبكل دهشة سعيد بيقول انت خليت الثعلب كأنه بيبتسم. منصور بيرد بجملة مرعبة، اعتقد انك ما تقدرش تجبر حد على الابتسام الا وهو ميت.
بعد الغدا سعيد بيقول لمنصور انه هيديه شهادات الاستثمار والاسهم اللي عملها له، وانه حول فلوسه كلها باسم منصور. انت اتجننت؟ عملت كده ليه؟ سعيد بيرد عليه ويقول له انا بحاول اشكرك، ومنصور بيصر ان فلوسه لازم ترجع له. خليهم معاك لو احتجتهم هقول لك، وهم هيروحوا فين؟ تقصد انك كده كده هتورثني صح؟ يعني مش هعرف اتجوز واخلف. طيب الحته دي انا عايز اتكلم فيها شويه لانها ما كانتش واضحه قوي. بص، بعد ما امهم ماتت ابوهم بطل يجي ويزورهم في البيت، لانه باختصار كان خايف يحصل له زي ما حصل لأم ويتقتل تقريبا. ودلوقتي سعيد حول فلوسه كلها باسم منصور وما كانش مهتم، وهو عمل كده عشان هو بيحاول يشكر منصور، لان منصور كان بالنسبه له زي ابوه بالظبط، لان هو اللي كان متكفل بيه بشكل كامل، وابوه سابهم وبطل يجي بعد موت امهم. بعد 5 ايام سعيد بيلبس الحته على الحبل ويجهز عشان يقابل زمايله. يسمع صوت جرس الباب وصوت منصور بيرحب بحد. يخرج يلاقي بنت جميلة قاعدة قدام المكتب. منصور ماسك ورقة وقلم وسعيد بيقول لها سعيدا، وهي بترد سعيدة مباركة. تقريبا دي تحية المسيحيين. I don't know. ممكن تشرب باسمك يا مدمزيل؟ ليلى عثمان، من فضلك عندك تصوير علشان محتاج الصور بسرعة. منصور بيلعبها بنظراته وهي بتبتسم وتقول له مفيش مشكلة، ممكن استلمها بأي وقت. منصور بيشاور لها اتفضلي عشان ناخد الصور. بتقعد على الكرسي ومنصور يدخل وراها، يرجع خصلة من شعرها لورا ويعدل وضع وشها وهي تحاول تبقى جد. الراحة اللي حسيتها من لمساته. يركب الفلاش، يبص في العدسة. انت زعلانة مني في حاجة؟ لا ابدا. طيب جربي تبتسمي كده. هي بتبتسم والفلاش يضرب. اجمل وش لقطته الكاميرا دي، ويطلب منها لقطة كمان. مش ضامن هتيجي تاني ولا لا. وهي تضحك ويزيد خجلها. ها موافقة؟ وهي تهز راسها بحماس بعلامة الموافقة. 1953 في الإدارة العامة للقاهرة أو مديرية الأمن العام في القاهرة، سالم البغدادي وكيل قلم المباحث الجنائية دخل على مدير الإدارة وبيسلم عليه وقال له الجملة دي: طب طالما طلعتوا حبايب كده مش كنت تسلم عليا وانت جاي؟ المدير بيضغط على الجرس وبيقول: دخل يا ابني اللي مستني بره. دخول موسى بيدخل شاب طويل نحيف عنده شنب ضخم كبير ومبين على وشه ان هو خشن، بس وسمته لسه واضحه. وسالم البغدادي بيقوم بيسلم عليه وبكل حب، وكأن واضح ان بينهم تاريخ. موسى ضابط في القلم الجنائي برضه او القلم الجنائي برضه. موسى هيبقى متابع معاهم في ملابسات القضيه، تحديدا في السجل والتحقيقات، وبيعمل ملف وبيسلمه للمندوب، ولكن قبل ما يسلمه بيتناقش فيه مع المدير. طيب القضية اللي احنا بنتكلم عنها هي نفس القضية اللي كان عماد شافها في الأوضة اللي كانت منشورة في الجرايد، البنات اللي بتبقى رؤوسهم مقطوعة ومرمين في كل مكان. فموسى بيفتح المنهج أو تحديدا ملف القضية. السفاح دقيق وبنفس مقاس القطع كل مرة. أنا كنت فاكره دكتور تشريح. دكتور؟ لا مش دكتور، عنده خبرة في القطع، خصوصا إنهم لاحظوا كي أثر القطع بالنار. كي أثر القطع معناها إن القطع نفسه كان مكوي أو اتكوى. موسى بيفتح خريطة القاهرة وبيحط علامات على أماكن اللي هم لقوا فيها الجثث، وبيقول إنه في الأول حسها إنها عشوائية، لكن بعد ما حدد 9 نقط قال مفيش عشوائية في الأماكن. المدير اللي هو الشخص الثالث اللي كان معاهم وقف وقال السفاح كأنه بيرمي الجثث على طريق واحد وثابت. وبعدين المدير بيرمي أول خطوة عملية: إعادة استجواب كل المدنيين اللي لقوا الجثث في الشوارع، رغم ان الوقت عدى ولكن يمكن يطلع خيط جديد. والمدير بيأكد لسالم ان وجوده في القضية مهم، وبيوعده ان القضية هتتقفل في اقل من شهر. نرجع بقى لزماننا اللي موجود دلوقتي. احنا دلوقتي رجعنا للمستقبل، ده كان كله كان في الماضي. نرجع لدلوقتي. مشهد في المستشفى، خطوات شخص بيمشي، راجل وقور ببدلة سودة ثمينة اسمه آدم ماشي مع طبيب نفسي بيشرف على حالة أبوه. والراجل ده بيخش الأوضة بتاعت بابوه جوه المستشفى. راجل عجوز بدقن بيضة متظبطة وبيبتسم كل ما بيسمع اسم آدم ابنه.
بيتكلم باللغة العربية المصرية بس هي مكسرة شوية. وآدم ابنه بيسأله بحنية عن حالته وبيفتح معاه موضوع مهم، موضوع عن مشكلة في مصر، وبيجيب سيرة الشقة القديمة اللي كانت موجودة في مصر تحديدا في القاهرة اللي كان الأب وارثها من زمان. آدم بيشرح للأب إنه بعد دخوله المصحة طلع قانون جديد إن كل 40 سنة الكهرباء والمية ممكن تتقطع عن الشقة في حال إن ما كانش فيها سكان أو استخدام. فآدم أجر الشقة للسكيورتي جارد، مش البواب، لا سكيورتي جارد، بعد ما عمل توكيل من السفارة وبعد ما حصلت حادثتين قتل وحادثة انتحار، وهو كل ده كان مخبي الموضوع عن أبوه. تعالى ندي كونكلوجن للحتة دي. في حد راجل كبير في السن وبما اعتقادي ممكن يكون يا منصور يا سعيد، مش عارف هو مين لحد دلوقتي، بس في الاغلب بالنسبه لي سعيد لان منصور ما كانش بيخلف. ولكن خلينا نكمل. ادم ده تقريبا ابن الراجل الكبير ده، خلينا نقول راجل كبير لحد دلوقتي مش عارفين هو مين، دخل وبيتكلم ومع ابوه وتقريبا هم عايشين كده بره مصر، لان البواب في الاول خالص قال ان صاحب العماره الاصلي عايش بره مصر. فالواد دخل على ابوه وقال له القانون ان بعد 40 سنه اللي اتقالت في الحلقه الاولانيه، ارجع للحلقه الاولانيه، ان لو بعد 40 سنه بدون استخدام للميه او الكهرباء بتتقطع والميه بتتقطع. فهو اجر الشقه وحصلت فيها حادثتين قتل وحادثه انتحار، اللي هم الراجل والست كانوا متجوزين والثلاث شباب الاولانيين، ودلوقتي عماد لسه منتحر او اتشخصت ان هو انتحر لما وقع من الشباك. فهو عمال بيشرح لابوه المشاكل دي كلها، لان واضح ان الشاب ده هو اللي كان بيأجر مش ابوه، اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين هو سعيد ولا منصور، بس بالنسبه لنا المفروض ان الاثنين دول ما اعتقدش ان في حد ثالث. نرجع بقى او مش نرجع، نروح بقى لمصر. يعني الكلام ده تقريبا حصل بره اكيد، مش عارف هو ساكن فين الراجل، بس كان في انجلترا تقريبا حاجه كده. ودلوقتي نرجع لمصر. هدوء عنبر غرفه. الكلام بيوضح ان سارة كانت هادية ساعة الحادثة، ما صرختش ولا عيطت، فضلت ساكتة، لا بترفض الكلام ولا حتى قادرة انها تتكلم. وعصام الدكتور النفساني اللي هي كانت بتكلمه ساعة ما حصلت الحادثة اصر يشوف حالتها بنفسه. عصام حاول يحفزها انها تتكلم، تكتب، ترسم، وبيحاول يفهمها ان هو مصدقها وهيصدقها، لحد ما اول مرة عينيها بتتحرك. طبعا بخسارة دلوقتي في المستشفى، طبعا هي تقريبا في صدمة عصبية. تطلع منها جملة بتقولها لعصام: عماد ما انتحرش. عصام بيتصدم وهي بتكمل معنى الكلام ان عماد بيجي لها ولسه بتشوفه. وعصام بدأ يفكر، هل دي هلوسة زي اللي كانت عند عماد ولا في حقيقة؟ بلاش تروح الشقة. ليه؟ عشان منصور. ومنصور قال لك امتى؟ دلوقتي. بحسب كلامها عماد كان حاضر دلوقتي في الأوضة. وعصام رغم اقتناعه انها هلوسة يحس احساس غريب ان في شخص ثالث فعلا واقف معاهم في الأوضة. عصام بيروح العمارة الملعونة، بيدخل العمارة ويلاقي البواب قاعد قدام اوضته بيسلم وبيسأل عن شقة للإيجار. البواب بيتلخبط وبينكر ويقول انه ما فيش. عصام بيتأكد من اسمه واللي هو ربيع. ايوه البواب اسمه ربيع. عصام بيطلع علبة سجاير وبيدي الربيع سيجارة ويقول له هديك 500 جنيه زيادة فوق إيجارها. ربيع بيبص يمين وشمال وبياخد السيجارة ويحطها فوق ودنه ويقول له مش موضوع فلوس والله يا بيه، بس صاحب الشقة مش عايز يأجرها تاني بعد اللي حصل. عصام بيسأله هو ايه اللي حصل؟ ربيع بيقول الجملة المرعبة والأخيرة في حلقة النهاردة: سلام قولا من رب الرحيم، بس محدش بيطلع منها سليم. طيب يا تيحة، ممكن نتكلم شوية بقى احنا كاتنين شباب مع بعضينا كده. ايه اللي هيحصل في الروايه اللي جاي؟ انا مش عارف هي الروايه واضحه لكم ولا لا، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس هل الروايه واضحه ولا لا، ممكن نحسن ايه، ممكن نطور ايه في اسلوبنا. كان المفروض اسال السؤال ده من الحلقه الثانيه او الثالثه او الرابعه، ولكن ده اللي حصل يعني. كنت حابب اسالكم فعلا ايه رايكم في الروايه لحد دلوقتي. الحلقه الجايه هي اخر حلقه وهتبقى قصيره اساسا، وبعد كده هنزل لكم الروايه كلها على مره واحده. فكره الروايه حلوه والتفاصيل اللي فيها بجد مرعبه جدا، مش عارف اوصف لكم قد ايه الموضوع غريب بالنسبه لي. حتى وانا بصور هنا انا بحس بحبه رعب، فبجد شكر خاص جدا للاستاذ حسن الجندي على الروايه الحلوه دي. لحد دلوقتي انا حاسس رايي ان سعيد هو اللي عايش ومنصور تقريبا مش موجود او موجود مش مجمع قوي، بس الموضوع غريب. فاهمني ازاي؟ الحلقه الجايه هتبقى اخر حلقه ان شاء الله. بس يا تيحة تنساش تعمل لايك وفولو وكل الحبشتكنات دي، وشغل الجرس لو مش مشغله، ولو مشغله اطفيه وشغله تاني عشان لو هو مش شغال يشتغل معاك. وبس ده اللي كان عندي النهارده.